هاد البسبوسه غيحماقوا على محبي الحوامض وباخص البرتقال اللي هادي وقيتو كتجي رطبه متشربه ما تشبعوش منها. اول حاجه كنحضروا السيرو فيه العصير البرتقال الماء والسكر وكنديروا كيغلي ومن بعد كنخليوه كيبرد جانبا. من بعد كنحضر خليط ديال البسبوسه اللي فيه السكر مبشور ديال البرتقاله كنخدموا معاه شويه باش كيزيدوا يطلقوا النكهه، البيض خمسه ديال الملح وكيس من سكر بنكهه زهره البرتقال. كنخدم كلشي بالطراب اليدوي كنضيف ليهم الزيت ومن بعد كنضيف عصير ديال البرتقال. بالنسبه للمقادير نخليهم لكم مضبوطين اسفل الفيديو. واحد ياغورت بنكهه الفاني. من بعد كنضيف كاس ديال السميده رقيقه وكاس مخلط بين السميده ونص ديالو دقيق ابيض. في الاخير كنضيف 2 اكياس من خميره الحلويات هي مجموع عندنا 16 غرام والقوام ديال الخليط كيكون معنا بهذا الشكل. هنا كناخذ المول كندير ليه شويه ديال الزيت ولا الزبده وكنرشو بالسميده وكنوضع فيه ديك الخليط ديال البسبوسه وكندخلهم الفرن اللي مسخن من قبل 10 دقائق على 180 درجه حتى كطيب لينا وكتحمر بهذا الشكل. كنسقيوها بالسيرو اللي خليناه في الاول كيبرد وكنخليها حتى كتشرب مزيان. من بعد كندهنها بالكونفيتور الا كان ديال البرتقال من الافضل. انا درت ديال المشماش وزينتها بشويه ديال البيستاش والبرتقال فكتجي مشربه رطبه لذيذه كتذوب في الفم ما تشبعوش منها وبالصحه والراحه.